مرحبا اصدقائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم مع نشأة. طبعا اليوم يا شباب هو عيد ميلاد نشأة، فجيبوا لنا تعليقات جميلة وكل سنة ونشأة بصحة وسلامة وإن شاء الله عقبة ل100 سنة. طبعا نشأة يا شباب حيصير اليوم عمره 4 سنين، صح بابا؟ تعال هنا سلم على اصدقائك على احبابك. اليوم عيد ميلادك، بنسوي لك احلى حفله وبنسعدك يا بابا. اليوم عيد ميلادك يا بابا، عيد ميلادك. قول لهم اليوم عيد ميلادي يا بابا. هنا شوف، هنا قول اليوم عيد ميلادي. ياس طبعا يا شباب شقاوة الأطفال في أوروبا غير إنه الأطفال العرب في أوروبا دمهم حار. يعني على سبيل المثال نشأة أو غيره من الأطفال العرب اللي يجوا هنا ما شاء الله حركيين بشكل مو طبيعي. شوف بابا أتكلم لو سمحت، بابا لو سمحت. أوكي يا أوكي كم هير يا كم هير بابا. ففيهم الأطفال الأوروبيين تحسهم باردين بشكل مو طبيعي. لا حبيبي فأطفالنا العرب يا أخي دمنا حار، أقسم بالله دمنا حار. تشوفه في الشارع يمشي ما يخلي أي حاجة. واو فأطفالنا يا شباب دائما والله العظيم يعني سبحان الله ما شاء الله تبارك الله حركيين. الأطفال الهولندي يمشي مع أهله كذا، تشوفه يمشي ولا يجيب نفس ما شاء الله. عندي صديق عنده 3 أطفال، أقسم بالله العظيم يروح البيت مهلك هو وزوجته من كثر ما يطارد أطفاله في الشوارع. يا جماعة الخير ما شاء الله تبارك الله دمنا يا أخي. احنا جايين من بيئة حار درجة حرارة 50 هنا من شدة البرودة أعتقد الأطفال هنا باردين أو دمنا نحن كذا حار. فلما تشوف الأطفال حقتنا بالنسبة للهولنديين ما شاء الله حركيين، حتى في المدارس في الشوارع. لو دخل محل يخرب لك هنا، يسوي لك هنا، يفعل لك هنا، ما يخلي لك حاجة مكانها. لو الطفل الهولندي حتشوفه يمشي جوة المحل مع أبوه مع أمه كذا وهادئ. نحن هذا لو اروح السوبر ماركت اقل حاجه يخرج مسوي لك مشكله جوا داخل السوبر ماركت، يكسر اي حاجه، يمسك العربيه يضغط هنا قزاز الثلاجه. بابا يقول طيب اعطيهم عن عيد ميلادك اليوم. ايش حتسوي في عيد ميلادك اليوم؟ زيتن هي دانس ايتي طارت صح؟ يا اليوم عيد ميلادك يا ابني، فرحان الأطفال هنا شوية صعب يا شباب، لازم تعطيهم على جوهم ولا أنا ما ياخذوا عليك والله بعدين ترجع تبكي. تعال بابا هنا عشان الكاميرا ما تقعد تلعب فوق تحت. 1 2 3 4 تعال هنا، تعال هنا دانسة. يلا تعال أنا وأنت نرقص. يلا اليوم اليوم عيد ميلادك يا ابني. الفلوق هذا لراسك اليوم، الفلوق هذا لراسك. دانسة تعال دانسة. الحين بيقول لك أنت بنطلونك مقطع وابنك لابس كذا وأنت ليش مش لابس كذا وأنت ليش. لا تعال لازم تتكلم عربي. شوف الحين انا بقول لك يا ابني، شوف انا قاعد اتعب من شانك واسوي كل حاجه علشانك. اعياد ميلاد اسوي له اعياد الميلاد يا شباب، اسوي وانتم تكونوا شهود. يصير عمره 18 سنه ويسحب علي من البيت ويقول لي باي باي الله ويخلينا لحالي هنا. طبعا الشخص اللي كان ساكن في هذا البيت قبلي يا شباب كان عمره 100 سنه. تخيل عمرك 100 سنه انت لحالك في هذا البيت مت. أجاؤوا لك أهلك بعد 6 أيام أنت خميرة كذا، صار خلاص تنفخ، بدأ يطلع ريح أكرمكم الله. ابنك لا يجي يشوفك، لا بنتك لا أخوك لا أختك، تقعد في البيت لحالك. ترى الحياة في أوروبا كئيبة. الناس اللي تبحث عن الاستقلالية والخصوصية والعيش لحالك بدون أهلك والله العظيم ذا أكبر خازوق راح ناكله في حياتنا. واللي يدوروا هذا الشيء برضو كمان هذا خازوق كبير. ما أجمل الحياة جنب أخوك أختك أمك أبوك جيرانك أصدقائك يزوروك تزورهم. هنا ما في. البعض هاجمني وقال لي خليت أوروبا جنة لنا والحين تنزل والحين بدأت تسبها. هذا مو سب يا صديقي العزيز. كل بلد فيها سلبيات وفيها إيجابيات، صح ولا لا؟ فأنا جبت الإيجابيات عادي، الحين بديت أجيب السلبيات. هذا مش تطبيل أو إني أخذت الجنسية الهولندية وخلاص وبدأت أكره أوروبا. لا، كل بلد فيها سلبيات في إيجابيات. فأنتوا دائما ليه ما تجيبي سلبيات أوروبا؟ ليه ما تجيبي سلبيات أوروبا؟ لما جبنا السلبيات صرتوا تتغنوا أنت غنيت لأوروبا والحين صرت تسبهم. لا يا شباب، في سلبيات في إيجابيات.
ارضاء الناس غايه لا تدرك. طبعا ما نبغاش نفوت هذه الفرصه. يعني يا ابني يصير عمرك 18 سنه لازم توقف مع ابوك، مش تخليني اموت جوه البيت واعفن جوه البيت وعلى دقيق وانت مع الجير فريند تبعك دي وتخلينا لعالي ابني. لازم توقف جنب ابوك، رب الحياه فيها صعبه يا بابا. اوكي اوكي يا عمري انا يا عمري يا عمري. يا شباب انا حبيت اقدم لكم هذه بعض المعلومات والاشياء، وان اكلمكم اليوم هو عيد ميلاد الكينج نشأة أكرم. فأتمنى لكم الحياة السعيدة والتوفيق، إن الله يصلحنا ويصلحكم، ورمضان مبارك مقدما عليكم جميعا. فتحياتي لكم، لا تنسوا السبسكرايب والاشتراك. بابا قول لهم أعطيهم بوسة لكم. ايوه لازم تحكي عربي. اوكي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين وانا طيب. يلا قول لهم لايك سبسكرايب. اوكي واحلى بوسة. باي باي. دوي مع السلامة.